بيبدأ الفيلم مع باولا وجوزها سيمون وهم راجعين بيتهم في وقت متأخر، وسيمون بيلاحظ إن في حد قدامهم على الطريق، فبيقفوا بالعربية وبينزلوا هما الاتنين، ولما بيقربوا بيشوفوا بنت صغيرة ماشية على الخط الأبيض في نص الطريق، فبينادوا عليها لكنها ما بتردش، وفجأة بيظهر موتوسيكل قريب من البنت، فبيجروا يلحقوها والبنت بتخاف وتجري منهم، والموتوسيكل بيحاول يفادي البنت فبيقع جنبها، والبنت بتقع هي كمان وبتفقد الوعي، فبياخدوها بسرعة للمستشفى وبيبلغوا الشرطة باللي حصل، وبيعرفوا إن الموتوسيكل ما عملهاش حاجة، وإن البنت كانت مريضة ومحتاجة لرعاية، وكويس إنهم جابوها في الوقت ده. وبيرجعوا بيتهم تاني يوم وباولا بتدخل الحمام وبتاخد حقنه، وبعدها بتخبي الشنطه علشان سيمون ما يشوفهاش، وتاني يوم بيروحوا المستشفى يطمنوا على البنت، والدكتوره بتعرفهم ان البنت ما بتتكلمش، لكن عرفوا ان اسمها كلارا لان في ممرضه بنفس الاسم، ولما كانوا بيندهوا عليها البنت انتبهت لهم، وبتعرفهم كمان ان عندها مشكله كبيره في الكلى. وفجاه بيسمعوا صوت صريخ وبيجروا وبيلاقوها كلارا، لان الممرضات بيحاولوا يخرجوها من المربع اللي هي رسماه على الارض، فبتستغرب باولا وبتقرب من البنت وبتحضنها. وبالليل بيتجمعوا باولا وسيمون مع جيرانهم وبيحكوا لهم عن كلارا وانهم مش عارفين يوصلوا لاهلها، وانها مريضه جدا وعندها مشاكل في الكلى. وتاني يوم بيروحوا يزوروها وبيجيبوا لها بطريق لعبه، وبيلاحظوا ان البنت متخدره ومربوطه في السرير، وبتشاور بايديها لسيمون فبيقرب منها وبيفك ايديها، لكن الممرضات بييجوا بسرعه وبيخرجوهم بره، وبيرجعوا البيت وباولا بتبحث على الانترنت عن البنات المفقوده يمكن توصل لاهلها، لكن ما بتلاقيش اي حاجه عن كلارا. والصبح بتدخل باولا الحمام وبتاخد نفس الحقنه، فسيمون بيستعجلها علشان عايز يدخل، فبتخبي الشنطه بسرعه وبتخرج. وبعد ما سيمون بيخلص بتدخل تاني باولا تطمن، وبتلاحظ ان الشنطه باينه فبتاخدها وبتغير مكانها. وبعدها بيروحوا المستشفى وبيقابلوا الدكتوره جلوريا، وبتعرفهم ان البنت حالتها بدات تتحسن وده بسبب اهتمامهم الكبير بيها، وبتعرفهم انها بتحس بالامان جوه مربع الطباشير، ولو حد حاول يخرجها منه بتجيلها حاله عصبيه. وبتعرض عليهم الدكتوره انهم يتبنوها بشكل مؤقت لانهم لحد دلوقتي ما وصلوش لاهلها. فبيرجعوا البيت وبيقابلوا جارهم ادواردو وبيعرفوه انهم وافقوا على تبني كلارا، وانهم بيجهزوا علشان يجيبوها بالليل من المستشفى، لكن ادواردو بيقول لهم ان الافضل ليها انها تفضل في المستشفى، لكنهم بيكونوا مصممين وبيروحوا بالليل يجيبوها وبينيموها في سريرها. وباولا بترسم لها مربع الطباشير وبتحدد لها المكان اللي هتلعب فيه علشان تحس بالامان معاهم، وبتصحى تاني يوم وبتلعب جوه المربع براحتها. وباولا بتجيب لها زرعه وبتسحبها واحده واحده علشان تحاول تخرجها من المربع، لكن كلارا ما بتقدرش تعدي الخط، فبيغيروا نظام البيت كله وبيرسموا لها خطوط في كل مكان علشان تقدر تتحرك براحتها. وبعدها بتجيلهم الدكتوره جلوريا وبيلاقوا رسومات كتير كلارا كانت رسماها، وبتاخدها الدكتوره تعمل لها تمارين علشان تخليها تخرج بره الخطوط، وبتطلب من باولا تخرج بره. واول ما بتخرج البنت بتفضل تصرخ وبتترمي في الارض. باولا ما بتقدرش تتحمل وبتجري ترسم الخط لكلارا وبتحضنها والبنت بتهدى، وكلهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا البنت بتتكلم. وبالليل بيقعدوا معاها وبيحاولوا يعرفوا منها ايه اللي حصل لها، لكن كلارا بتهمس في ودن باولا بكلمات غريبه، وجلوريا بتسجل كل اللي بتقوله علشان تترجمه بعدين. وبتقرب باولا اكتر من كلارا وبيلعبوا مع بعض، وكلارا بتوريها ورق الاوريجامي اللي هي بتعمله. وبالليل بيتجمعوا مع جيرانهم وبيتعشوا مع بعض، وكلوديا بتقترح على باولا انها تجيب لها بنتها تلعب معاها، وده هيكون كويس ليها وهيخليها تتحسن بسرعه. وتاني يوم بتيجي البنت وبتسلم على كلارا وبتحضنها، وبيخرجوا يلعبوا مع بعض، وباولا وكلوديا بيفطروا مع بعض. وفجأة كلوديا ما بتقدرش تتنفس وبتنزف دم، وبتمد ايديها في بقها وبتخرج قطعة ازاز مكسورة، وبيعرفوا ان المربى اللي كلتها كان جواها ازاز مكسور، وبتاخدها باولا توصلها لبيتها. ولما بترجع بتلاقي سيمون بيستنيها وبيعرفها انه لقى قطع زجاج مكسورة جوه البرطمان، وان البرطمان نفسه سليم وما فيهوش حاجة، وده معناه ان في حد حط الازاز بنفسه وكان قاصد يعمل كده. وبيلاحظوا ان في خطوط مرسومة في اتجاه التلاجة، وسيمون بيقترح عليها انهم يبلغوا الدكتوره باللي حصل، وبيسيبها وبيمشي. وبتلاحظ باولا ان الجيران كلهم متجمعين وبيتكلموا عن موضوع الازاز المكسور، وبيرجع سيمون تاني ومعاه علبه طباشير وبيوريها لباولا، وبيكون مستغرب لانها مكتوب عليها كلمه من ضمن الكلمات اللي قالتها كلارا. وبعدها بتجيلهم الدكتوره جلوريا وبيحاولوا يعرفوا معنى الكلمات اللي قالتها كلارا، وبيكتشفوا انها بتتكلم باللغه الالمانيه، ولما بيترجموا الكلمات بيعرفوا ان معناها العقاب والخوف، لكن الكلمه الاخيره مش لاقيين لها معنى. وبتسيبهم جلوريا وبتروح علشان تبلغ الشرطه ان البنت من المانيا، لان ده هيسهل عليهم عمليه الوصول لاهلها. وسيمون بيلوم على باولا لانها ما قالتش لجلوريا على موضوع الازاز المكسور. وبعدها بتروح تلعب مع كلارا وبتكلمها باللغه الالمانيه علشان تتاكد، والبنت فعلا بتفهم كلامها. وفجاه بيسمعوا صوت عالي بره، فبتروح باولا تطمن وبتلاقيها الغساله، ولما بتفتحها بتلاقي في مفاتيح وسط الهدوم، فبترجع تاني لكلارا لكنها ما بتلاقيهاش، وبتدور عليها في كل مكان، وبتخرج الشارع وتسال الجيران لكن ما حدش شافها، فبترجع بسرعه تبلغ الشرطه. لكن فجاه بتسمع صوت سيمون بيتكلم، فبتروح له وبتلاقي كلارا معاه. وبعدها بتروح كلارا تعلق ورق اوريجامي على الشباك، وباولا بتسالها عن السبب اللي خلاها تختفي فجاه، وبتحاول تعرف منها معنى الكلمه الاخيره اللي قالتها واللي ما عرفوش يترجموها، وبتهددها انها تمسح الطباشير لو ما اتكلمتش، فبتتعصب البنت وبتضربها. وبنشوف ادواردو واقف ومتابع كل اللي بيحصل. وبعدها بتجيلهم جلوريا وبتتكلم مع باولا في موضوع الازاز المكسور، وبتتفاجئ
فبتتفاجئ باولا انها عرفت، وبتدخل عليهم مترجمه المانيه كانت جايه مع جلوريا، وبتعرفهم ان كلارا فهمت كل كلامها لكنها رافضه تتكلم معاها. وبتروح كلارا لباولا وبتوريها رسمه هي رسمها، وبتبص لها وواضح انها عايزه تقول لها حاجه من خلال الرسمه، لكن باولا ما بتقدرش تفهم معناها. فبتتعصب كلارا وبتاخد الرسمه تقطعها وتمشي، وجلوريا بتبلغ باولا ان العلاج مش جايب نتيجه وكده هما مضطرين ياخدوا البنت، وبتسيبها وبتمشي. وبتخرج باولا وهي متعصبه وبتروح لجارتها وبتعرفها انهم هياخدوا منها البنت وهي السبب، لانها قالت لكل الناس على اللي حصل، وبتحذرها انها تتدخل في حياتها تاني. وبتدخل بيتها وبتسمع التسجيل وبتحاول تترجم كلام كلارا، وبتقوم تجهز مشروب لنفسها وبترجع تكمل تاني، وبتحاول تغير في حروف الكلمه ربما كانوا بيكتبوها غلط. وفعلا بنعرف ان الكلمه معناها الغول، لكن باولا ما بتلحقش تشوفها لانها بلعت ازازه مكسوره. وبتحاول كلارا تساعدها لكنها بتوقعها وبتجري على الحمام، وبعد معاناه بتقدر تخرج الازازه المكسوره. ولما بترجع بتلاقي الباب مفتوح وكلارا اختفت تاني، فبتخرج تدور عليها وبتنادي بصوت عالي لكن مفيش فايده. فبيبلغوا الشرطه، ولما بيجوا بيعرفوهم انهم لقوا هدومها مرميه جنب البحيره، وبيسالوها عن اللي حصل قبل ما تختفي. لكن باولا ما بتعرفهمش بموضوع الازاز المكسور وبتغير القصه، فبيعرفوها ان ربما تكون كلارا هربت من نفسها. لكن باولا بترفض الاحتمال ده. وتاني يوم باولا بتقرر انها تخرج تدور على كلارا بنفسها، لكن سيمون بيعرفها انه رافض رجوع كلارا تاني تعيش معاهم، وبيقول لها انه عرف بالحقن اللي هي بتاخدها من وراه. وهنا بنعرف انهم بيعانوا من مشكله في الانجاب، واخدوا ادويه كتير لكنها كلها ما جابتش نتيجه، لحد ما يئسوا وقرروا انهم يوقفوا كل الادويه ويعيشوا حياتهم مع بعض. لكن باولا بتعرفه انها استمرت في الادويه ربما يحصل حمل، لكنه بيكون متضايق منها لانها بتاخد قراراتها من غير ما ترجع له، وبيتعصب عليها لما بتجادله كتير، وبياخدها يوريها اللعبه بتاعت كلارا اللي بيلاقوا جواها ازاز كتير مكسور. وبعدها التليفون بيرن، ولما بترد باولا بتسمع صوت كلارا وهي بتقول ماما، وبعدها بتقفل. فبتروح مع سيمون للشرطه وبيعرفوهم اللي حصل، والمحققه بتقول لهم انهم ما قدروش يحددوا المكان اللي جت منه المكالمه، لكنهم قدروا يعرفوا الرقم اللي اتصل، واكتشفوا ان الرقم ده يبقى رقم باولا. فبتتصدم طبعا وبتاكد لهم انها ما اتصلتش بحد. فبيعرفوها انهم هيعرضوها على دكتور نفسي واللي بيثبت ان باولا في كامل قواها العقليه. وقبل ما تمشي باولا بتسرق الملفات الخاصه بقضايا البنات المفقوده، وبتروح بعدها تقعد في كافيه وبتفتح الملفات، وبتلاقي صوره الورق الاوريغامي اللي كلارا كانت بتعمله وبتلعب بيه. وبتعرف ان الصوره كانت من مسرح جريمه لواحده اسمها انغريد، وبتقرا التقرير الطبي وبتعرف منه اسم الدكتوره اللي شرحت الجثه، وبتقرر انها تروح لها. ولما بتروح تقابل الدكتوره بتعرف منها ان انغريد اتعرضت للاعتداء، واعضائها كلها وبالاخص الكليتين كانوا متضررين جدا. فبترجع باولا وبتدخل على الانترنت وبتبحث عن انغريد، وبتلاقي فيديو ليها في البيت وهي بتطلب من الناس يدوروا معاها على بنتها، وبتلاحظ وجود ورق الاوريغامي في البيت. فبترجع باولا البيت وبتبص على الورق اللي كلارا كانت معلقاها على الشباك، وبتفتكر الرسمه اللي وريتها لها، وبتكتشف ان كلارا كانت تقصد جارهم ادواردو اللي كان بيراقبهم طول الوقت. فبتشك فيه وبسرعه بتبلغ الشرطه، وبتعرفهم انه اكيد هو اللي ورا اختفاء كلارا. فبيطلبوا منها ما تتحركش من البيت وهم في طريقهم ليها. لكن باولا بتخرج وبتروح لبيت ادواردو، وبنرجع فلاش باك لليله اللي سيمون وباولا لقوا فيها كلارا، وبنشوف ادواردو وهو شايل كلارا وبيسيبها على الطريق، وبيأمرها تمشي على الخط الابيض وما تخرجش منه الا هتموت، وبيحذرها انها تحكي لحد اللي حصل لها. وفي الليله اللي كانوا مع بعض فيها هو اللي دخل المطبخ وكسر الكاس وحط الازاز في المربى، وكمان هو اللي دخل البيت وحط المفاتيح في الغساله، وده علشان يشتت انتباه باولا ويخطف كلارا، لكنه ما قدرش يخرج بيها لان سيمون كان رجع في الوقت ده، وهو اللي سرق تليفون باولا وخلى كلارا تكلمها منه. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف باولا في بيت ادواردو، وبتطلب منه خرايط كانت زوجته قايله لها عليها. فبيروح يدور لها على الخرايط، وباولا بتبص حواليها. فبيتاكد ادواردو انها عرفت حقيقته، وبتحاول باولا تمشي لكن الباب بيكون مقفول. فبيهجم عليها ويضربها بالمطرقه في رقبتها، وبيفتح باب سري في المطبخ وبيسحبها للقبو. ولما بينزلوا بتتفاجئ باولا بوجود كلارا تحت، وادواردو بيسحبها لغرفه تانية لوحدها وبيربطها في عمود حديد، وبيطلع ينظف البيت في الوقت اللي الشرطه بتوصل فيه. وبيدخلوا يستجوبوا ادواردو وما بيوصلوش لحاجه وبيمشوا. وبينزل تاني لباولا وبيعذبها، وبيسالها ازاي عرفت ان هو اللي بيعمل كل ده. فبتقوله انها عرفت من ملف القضيه، وان الملف موجود في عربيتها. فبيفتشها وبياخد المفاتيح من جيبها وبيخرج علشان يجيب الملف. وباولا بتستغل الفرصه وبتقدر تفتح الباب، وبتحدف الطباشير لكلارا وبتطلب منها ترسم خطوط لنفسها وتنقذها. وكلارا بتكون خايفه لكن باولا بتشجعها لحد ما بتقدر البنت انها ترسم الخطوط. وبعدها بيرجع ادواردو القبو وبيتفاجئ ان كلارا مش موجوده، وبيروح لباولا وبيضربها علشان تعرفه مكانها. وفجأة بتخرج كلارا وبتظهر عند الباب، فبيحاول ادواردو يلحقها قبل ما تمشي لكنها بتخرج وبتقفل عليهم. وبتفضل ترسم خطوط لنفسها على السلالم لحد ما بتطلع فوق، وبتوصل للباب والاول مره بتتشجع وبتمشي من غير الخطوط. وبتفضل تنادي على سيمون اللي بيكون في بيته، وبيكلم الشرطه في التليفون وبيبلغ باختفاء باولا، وما بيقدرش يسمع كلارا اللي بتنادي عليه بعلو صوتها. وفجأة بتظهر
بتظهر مرات ادواردو وبتقرب من كلارا وبتخطفها وترجعها البيت تاني. وتاني يوم ادواردو بيصحى ويشكر مراته لانها انقذته، وبينزلوا يفطروا مع بعض. وفجأة الباب بيخبط والشرطة بتهجم عليهم، وبيعرفوا منهم مكان باولا وكلارا وبينزلوا يلقبوا وينقذوهم. وسيمون مع المحققين في بيته متابعين كل اللي بيحصل. وفي النهاية بترجع كلارا لهامبورغ في ألمانيا وبتعيش مع جدتها اللي اسمها اوما، ودي الكلمة اللي كانت بتقولها كلارا وما كانوش فاهمينها ومش عارفين يترجموها. وباولا ربنا كرمها اخيرا وبتكون حامل. وهنا بينتهي الفيلم. بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم في قصة جديدة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.